ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنبدأ في تعلم أشهر المصطلحات الإنجليزية. هنتكلم على كل يوم في حلقات كده إن شاء الله على مصطلحات جديدة هنتعلمها مع بعض. أول مصطلح هنبدأ بيه النهاردة اسمه واتس أب. واتس أب يعني ماذا يحدث أو إيه الأخبار. واتس أب. واتس أب. المصطلح الثاني long time no see. long time no see. long time no see يعني لم أرك منذ زمن طويل، يعني مشوفتكش من بدري. long time no see. المصطلح الثالث اسمه take care. take care. take care يعني اهتم بنفسك أو اعتني بنفسك. take care. المصطلح اللي بعده no problem. no problem مفيش مشاكل. no problem. don't worry. don't worry لا تقلق. don't worry. كمان واحد تاني مثلا it's up to you. it's up to you يعني الأمر يرجع إليك، يعني الأمر في إيدك أنت. it's up to you. it's up to you. نقوله مرة تاني. what's up. what's up. long time no see. long time no see. take care. take care. no problem. no problem. و it's up to you. it's up to you.